في أعصاب. صحيح الجماهير لا تحتمل، صحيح المسألة مسألة كاس، المسألة مسألة ختام موسم، المسألة مسألة ديربي، المسألة مسألة من الأحلام. أتذكر دائما معلق الملاكمة الذي يقول المائدة تهيأت لنذهب للوجبة الرئيسية. المائدة هذا المترو، تمركز، هروب خلف الدفاع، نهاية هذه الكرة العرضية المثالية التي كانت من مالكوم. 1-0 يبدأ فريقك يا كاسترولان. في ماذا تفكر؟ هل هناك أوراق تريد أن تقلبها، أن تبعثرها، أن تعود إليها مرة أخرى؟ نشوف ونتابع هذه اللقب. السجل الذهبي يأتي بالنسبة للنادي الأهلي ب 13 لقب كأكثر الفائزين والحاصلين على لقب بطولة كأس الملك. يأتي بعده مباشرة الهلال ب10 ألقاب، الاتحاد ب9 ألقاب، النصر ب6 ألقاب. ما زال النصر يريد أن هنا بالتأكيد مع هذا الحضور الكبير ومع هذه الليلة الكبيرة ومع المباراة النهائية التي تأتي والكرة التي تصل إلى خارج الملعب. تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى فيها تمريرة. الهلال يبدأ وما زال يريد أن يكمل هذه البداية، لكن الكرة أيضا بتتخلص. راشد عبد الله في 89 فاز الهلال 3-0. تخيفي والبيشي وحسين الحبشي في 2015 فاز الهلال بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة. حال الجماهير الآن، أعرف كيف يتابع بعضهم هذا اللقاء، أعرف كيف يغمضون أعينهم في بعض اللقطات، أعرف كيف تقع المملكة دائما إلى وجهة رياضية عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حضور واهتمام وبحث في هذه المحاولة تقلب الأمور، تقلب الصورة، تقلب الأوضاع. الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى والكرة تعود بعد ذلك إلى تلس بيرسل كرة في مكان، تعود إلى لجامي بيرسل كرة إلى أوسبينا في الجهة اليمنى إلى عبد الإله. علي لجامي، انذار للودي. مباراة لا نتمنى بأن نشاهد فيها إصابات ولا نشاهد فيها أخطاء. الكرة ترجع من جانب بروزو، بيرسل كرة، عاد بأن يختم الموسم، يصل إلى 39 من العمر، يتوج بلقب هداف الدوري ليس فقط بل برقم قياسي كأكثر من سجل في موسم واحد وأكثر من ساهم في موسم واحد في بطولة الدوري. 35 هدف كانت للدون كريستيانو. الكرة ترجع مرة أخرى. مباراة ما بين متصدر الدوري وثاني الدوري، مباراة نتيجة في 87 الأسطورة ماجد عبد الله سجل هدف النصر الوحيد في تلك المباراة النهائية اللي انتهت يومها بذلك الهدف الوحيد. فيما عدا تلك المباراة لم تنتهي مباراة نهائي كأس الملك بينهما دوم للأبد. ختام الموسم والأهداف التي تسجل في النهائيات تبقى في الذاكرة وفي المباريات. من يستغل منهما بالتأكيد أن يضع طباعا. سعود عبد الحميد فريق النصر في حيرة الضغط والهجوم، في حيرة ترك المساحات أيضا في الخلف، لكنه يحاول. أوتافيو إلى كريستيانو، يا سلام، الكرة باتجاه ساديو. هدفين مقابل لا شيء على التعاون كانت عن طريق ماجد عبد الله. لماذا عندما نعود إلى الوراء نجدك دائما أمامنا يا ماجد في كل ذكريات النصر؟ الأجواء الصعبة جدا. هنا لقطة حلوية لمن يصلون إلى ختام الموسم، لمن يصلون إلى أغلى الكؤوس الكبيرة، والكرة تتحول إلى خارج الملعب. أرجع وأقول هذه التفاصيل، هذه الجزئيات قدم الفريقين وما زالوا يحاولون. قدم الفريقين ما يمكنهما بالتأكيد أو ما يمكنهما من يكتف اللاعب. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل بعد ذلك في مكان باتجاه اللاعب علي لجامي. علي إلى ساديو بيرسل كرة، وبروزو إلى كريستيانو لو يلعب لكرة، مالكوم بيرسل كرة، سلمان بيمشيه، روحت إلى ميشايل إلى سعود عرضية، أوسبينا تدخل في هذه الليلة بين الجماهير، بين جماهير الشمس والأمواج الزرقاء. الكرة بترجع والكرة بتصل، تعود إلى الروبن، يرسل الكرة إلى سعود عبد الحميد في الافتكاك، عادت بعد ذلك إلى مالكوم لمسة، ميشايل همسة، الله 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 الله، هرب
فيها مالكوم، انطلق فيها مالكوم، تأخر فيها، لماذا تردد؟ لكنه يعود، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، سقوط المترو، الحكم يقول بعد تمريرة مالكوم. هنا من افتتح القمة وافتتح الديربي، والكرة بترجع مرة أخرى، وصلت إلى بروزو بغير الاتجاه، الكرة إلى الخلف، تعود الكرة مرة أخرى باتجاه حارس المرمى ياسين بونو، اللي بدوره بيرسل كرة. لا تغييرات في تشكيلة كاسترو، لكن هل تتغير النتيجة؟ التقدم فيها وقود، فيها اختراق، فيها السقوط، حكم المباراة يقول له قوم، الكرة بترجع على السلام يا أوتافيو من الكعب يا أوتافيو، وصلت بعد ذلك مالكوم يبدأ الطريق، مترو المحطة، والكرة مستحيل، المرتدة النموذجية، مالكوم انطلق، نشاهد ونتابع الكرة ثابتة لمصلحة الهلال، يتقدم مالكوم، بيلعب لكرة تصطدم في الحائط، تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى، سينفذ من قبل لاعبي فريق النصر في هذا التوقيت ب10 لاعبين. يكمل النصر ما تبقى من زمن المباراة النهائية. كيف ستكون الصورة؟ كيف سيكون المشهد؟ الكرة العالية والطويلة في مكان، وصلت إلى أيمن يحيى مع ياسر الله، وليد عبد الله بيرسل كرة باتجاه عبد الإله العمري. تشاهد كمية الروح العالية، تشاهد الإصرار الكبير، تشاهد المجهود البدني. سلمان بيرسل كرة إلى روبن نيفيز، عادت الكرة إلى مالكوم تقدم، الله فيها تمريرة، محاولة من ميشايل، وفيها تغطية من علي إلى جامي. الكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. مباراة النهائية سيكون هذا اللقب. يبدأ كوليبالي للدخول، من الدفاع ومن الهجوم، شوف اللقطة من كوليبالي بالكعب، لكن الكرة بتتخلص، تعود مرة أخرى. وعلى ذكر دفاعات الهلال، لكن الكرة كوليبالي يبعدها الآن. المدرب يعرف بأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا جدا، لكن في ماذا يفكر الآن المدرب كاسترو في هذا التوقيت في شوط المباراة الثاني؟ هذا بروزوفيتش، الوقت صح، تعليمات، وهناك النوم والمحاولة اللي بتتحول. يبقى تقدير حكم المباراة أيضا لهذه اللقطة، والكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، والكرة بتصل إلى عبد الرحمن غريب. هي تحدث في آخر ربع ساعة متبقية على الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. نشوف الاستحواذ في اللحظات الماضية، والكرة وإكمال المباراة أيضا بالنسبة للنصر ب10 لاعب إلى خارج الملعب. رمية تماس إلى علي لجامي على تنفيذ رمية التماس بالطريقة والأسلوب أيضا، والكرة العالية اللي بدورها بيرسل الكرة في مكان، بتصل كريستيانو، كان متقدما، صارت مرتدة، كانت فرصة نصراوية. الآن نشاهد التحول، شوفوا السرعة، مالكوم انطلق، ميشايل اخترق، الله على قطع الكرة، يا لجامي، يا للافتكاك، يا للمرتد. شوف اللقطات، شوف اللحظات، الكرة ترجع من سعود، يا سلام يا سعود، راح مالكوم الآن انطلق في الجهة اليمنى، ما زالت الكرة بين مرة أخرى لمصلحة النصر، يتحكمون بالكرة، فريق الهلال يتراجع وينتظر خطفها، الكرة بترجع في مكان في الجهة اليمنى إلى الخيبري، يتحدون كل هذه الظروف. كريستيانو ينتظر كرة ثابتة عرضية رأسية، لكن الكرة أيضا بتتخلص، الكرة صارت مرتدة. شوف الكرة بترجع إلى وليد عبد الله. شوط ثاني يتلاعب بأعصاب الجميع، شوط ثاني يتلاعب بالأعصاب، لكن هنا سامي النجع يحاول، سامي يكويبة قوية، كنو يبعدها خطيرة، مرتدة، فيها فرصة الثاني، التمرير إلى سالم، الله بتأمين النتيجة، أو يكون حمد البريك الجناح أيمن مكان ميشايل، لأن خلف سعود عبد الحميد. الكرة بترجع مرة أخرى للكرة العالية في مكان إلى أيمن يحيى، خطير، مباراة كبيرة، أي فرصة لا تهدر من جانب النصر. المباراة صارت 10 مقابل 10، لكن كنتيجة ما زالوا يبحثون عن التعديل. رأسية مستحيل. الدقائق المتبقية 7 دقائق كل ما تبقى وأقل من الوقت بدل الضائع الذي يحتسب حكم المباراة الأرجنتيني.
سلطان الغنام على تنفيذ رمية التماس، بيلعب لك كرة بالوقت بدل الضايع، رأسية نصراوية، لكن الكرة أيضا بتتخلص، والكرة الفريقين أن ينهيها كل وفريقه. الآن نشاهد ونتابع هذه الكرة، هذه اللعبة العالية، الارتقاء، ياسين بونو يبعدها، رميات هذه اللعبة. كرة بترجع الان في الجهة اليمنى في مكان سليم عن طريق اللاعب الواضح في الصورة عبد الله الخيبري، اللي بدوره بيرسل لك كرة في مكان باتجاه علي لجامي. علي لجامي يحاول فيها، بيرسل لك كرة عالية طويلة باتجاه ايمن يحيى. وانقلبت الآية بعد ان كان فريق الهلال بالتأكيد هو المتفوق عدديا. الآن المتفوق عدديا هو فريق النصر ب10 لاعبين، فريق الهلال ب9 لاعبين. يذكرونك كثيرا في هذا النهائي، إن فاز النصر وإن توج باللقب، مجهود كبير وآمن بكل حظوظه وفرصه. الكرة بترجع مرة أخرى بمنو، كأنه فيها تمريرة وصلت إلى مالكم والتمريرة. سعود انطلق، سعود اخترق، سعود تلاعب، سعود عدى، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، إلى خارج، وحاول ولم يتراجع ولم يستسلم. الهلال الآن بكرتين حمر، يحاول أيضا وكانت له فرصة عن طريق اللاعب تمبكتي والكرة تأكيد. ولكن هذه المباراة ما زلنا في شوطها الإضافي الأول، وما زالت هناك فرص متاحة للتسجيل، وما زال يمكن الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى. عبر التاريخ فريق النصر في ال6 بطولات اللي فاز فيها ببطولة كأس الملك ولا مرة فاز عن طريق ركلات الترجيح. كل المرات اللي فاز فيها فريق النصر ببطولة مرة أخرى من جديد، والكرة بتصل عن طريق ياسر عدى، ياسر عراب، الله الاستلام، المرور، السقوط، المرتدة. ونتابع هذه الكرة التي تقدم فيها الروبن نيفز، بيرسل كرة تصطدم في الحائط البشري. الكرة بترجع بعد ذلك إلى كريستيانو رونالدو، لأن ذلك بالتأكيد سينعكس على الكثير من المنطقة والكثير في القارة بكل تأكيد. الكرة إلى كريستيانو، إلى عبد الرحمن غريب، كرة بترجع إلى وليد عبد الله اللي تصدى لأكثر من لقطة بعد مشاركته كبديل اضطراري بالنسبة للمدرب أوسبينا. الكرة بترجع عن طريق علي الحسن في الجهة اليمنى في مكان إلى ميترو بيرسل كرة، وصلت بعد ذلك ب9 لاعبين. سعود يحاول في سيمي فاينل في هذه البطولة تجاوز التي ما زالوا يتمسكان بها حتى هذه اللحظة، كل بيده. الكرة بترجع، مترو ينقض، مترو يخترق، مترو يبحث عن التصويبة، غير الاتجاه، عادت إلى كنو لكن مقطوعة، لكن مرتدة. كراها لجامي، يبعد الكرة، يقاتل لجامي، صارت مرتدة في الجهة اليمنى بجانب مشاري البديل الشاب. هناك خطأ، هناك كرت ذهبي سيظهر، هذا كنو، والخطأ لمصلحة علي لجامي في كرة كانت مرتدة. وهنا الكرة اللي بترجع عن طريق سامي، يا سلام يا سامي، إلى ورايا لمصلحة فريق النصر. عبد الله الحمدان شارك كبديل. الكرة بترجع مرة أخرى، الهلال يبحث عن الدفاع عن لقب نهائي. من سيختار 9 لاعبين للهلال، 10 لاعبين للنصر. شوط إضافي ثاني، عبد الرحمن غريب، شوط ثاني فيه الكثير من الأخطاء، فيه الكثير من الاندفاع البدني. الكرة بترجع إلى سامي بيرسل كرة إلى سلطان الغنام. كان باقي 5 دقائق على الوقت المتبقي من الشوط الإضافي الثاني. هل اقتربنا من ركلات الترجيح؟ هل تحتملون ركلات الترجيح أمام النصر؟ مشاري مشاها إلى سامي النجعي بحثا عن بقية الأسامي. الكرة من لجامي إلى سلطان الغنام، ممكن العرضية لكن الكرة بتضيع، الفرصة بتروح، الدفاع ينجح.
صارت مرتدة، الكرة في الجهة اليمنى إلى متروفيتش، القطار يريد المحطة الأغلى، القطار ينطلق، القطار يمر، الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. شوط إضافي معقد، شوط إضافي في حقيقة دفاع ينجح حتى اللحظة، لكن محاولات مستمرة أيضا، والكرة مستبك تيم، سقوط أحد لاعبي النصر، سلامات إن شاء الله بعد أن صدم بكرة كريستيانو. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة تأتي، والفرصة ما زالت، تنس يحاول، الكرة فيها هروب، العرضية يرسل كرة، تعود الكرة في نص الملعب إلى روبن نيفيز، بيرسل كرة عالية رأسية، الكرة بتبعد والكرة بتصل، والمحاولة ما زالت، والكرة لعلي لاجامي في هذا التوقيت. كل ضغوط الدنيا في هذه التوقيت على علي لاجامي أمام ياسين بونو في لقطة أخيرة، تصويبة يا رب على طريقة الحمداني وأقوى. لاجامي يسجل من علامة الجزاء، يتمسك للنصر، تبتسم لهم، يريدون كسرها اليوم، انظروا إلى سجدة كريستيانو. يا كريستيانو أعلنها يا كريستيانو، يا للسجدة هنا، يا للقطة هنا. شوف هذه اللقطة،